السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقاب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس الداروينية الحديثة وتغيرات المفاجئة أو الداروينية الحديثة والطفرات. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة التي وقعت فيها الداروينية، طور الداروينيون في نهاية الثلاثينيات ما عرف بالنظرية التركيبية الحديثة، أو ما يعرف بالداروينية الجديدة، حيث أضاف الداروينيون موضوع التغيرات المفاجئة أو الطفرات، وهي حسب تعريفهم تشوهات في جينات الكائنات الحية تحدث نتيجة عوامل خارجية مثل الإشعاعات أو الخلل الذي يقع خلال عمليات الانقسام، وهي تؤدي إلى اكتساب صفات مفيدة. هذا بالإضافة إلى تغيرات الطبيعية. وهذه الداروينية الحديثة هي التي يؤخذ بها اليوم فيما يتعلق بالنظرية الداروينية بشكل عام. إن هذه النظرية تدعي أن ملايين الكائنات الحية الموجودة على الأرض قد تكونت نتيجة عمليات حدث فيها العديد من التغيرات في الأعضاء المعقدة لهذه الكائنات الحية، مثل العيون والآذان والرئة والأجنحة وغيرها. ويقصد من هذه التغيرات الطفرات التي حدثت، يعني التغيرات التي حدثت في الجينات، ولكن هناك حقيقة علمية تدحض هذه النظرية، وهي أن التغيرات لا تؤدي إلى تدوير وتحسين الكائنات الحية، بل على العكس أنها تؤدي إلى إيذائها. والسبب في ذلك بسيط جدا، إذ أن DNA له تركيبة معقدة جدا، والتأثيرات العشوائية تؤدي إلى إيذائها والإضرار بها. يصرح عالم الجينات الأمريكي الطفرات، قال: الطفرات صغيرة وعشوائية ومضرة ولا تحدث إلا نادرا. يصرح عالم الجينات الأمريكي، قال: الطفرات صغيرة وعشوائية ومضرة ولا تحدث إلا نادرا، وفي أحسن التقديرات تكون غير مؤثرة. وهذه الخصائص الأربعة للطفرات تعني أنها لا يمكن أن تصل إلى أي نوع من أنواع التطوير. فالتغيير العشوائي في نظام ذي خصائص دقيقة يكون إما غير مؤثر أو مضرا. أن التغيير العشوائي في ساعة اليد مثلا لا يمكن أن يؤدي إلى تحسين أدائها، بل على الأرجح أن يضر بها، أو في أحسن الأحوال يجعلها غير فعالة. وكذلك الهزة الأرضية لا يمكنها أن تحسن المدينة، بل تجلب لها خراب. وليس مفاجئا أن لا يكون هناك أي مثال مفيد في موضوع الطفرات المفيدة. لا يوجد ما يدل على أن الطفرات استطاعت تدوير شفرة جينية، فقد ثبت حتى الآن أن كل الطفرات مضرة. وقد كان يفهم أن الطفرة التي قدمت على أنها آلية من آليات التطور ليست سوى تغيير جينية يضر بالكائنات الحية ويتركها عاجزة. السرطان من أكثر التأثيرات المعروفة للطفرات على البشر، وما من شك أن الآلية المدمرة لا يمكن أن تكون في نفس الوقت آلية تطوير طبيعية. ومع انتفاء وجود أي آلية تطور، فإنه لم يحدث في الواقع أي عملية تطور متخيلة. السلام عليكم ورحمة الله.